اسمعوا، أنا قد ما بعمل وصفات كتيرة وقليلة، ولكن وصفات الباذنجان هيك بشتغلها بمزاج وبحب أتفنن فيها. عشان هيك حضرت لكم وصفة هو 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 قد ما أقولكم طعمها بشهي القلب. لا لا يا جماعة قولوا أكتر. حضرت لكم إياها مع هيك شوية مكسات، إشي يا عيني على كيفك، ضروري تجربوها. شوفوا لي هالمنظر لحاله بيحكي يا جماعة. بدي أحمسكم أكتر عن جد تجربوها لأنها تستحق التجربة. فكالعادة أحبائي يلا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول أكسب أجر أنا وأنتو. لو حابين تدعموني وبتمنى إنكم تدعموني اضغطوا لايك هلا وأنتوا عم تحضروا بالفيديو، بكون كتير ممنونة لإلكم. ولو كنتي أول مرة بتشوفيني بتمنى تضغطي متابعة على الصفحة لحتى دايما جديد الصفحة يوصلك مني أول بأول. هذا لو عجبك المحتوى. ولو حابين تحتفظوا بالوصفة خذوها حالا مشاركة على صفحاتكم ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية أحبائي خلينا نكون متفقين إنه وصفة اليوم هي كمية تقديرية انتوا على هوا عائلتكم الله يبارك. استخدمت أنا هون حبتين من الباذنجان حجم وسط، قشرتهم حز أو حز لا. بعد هيك قسمت الباذنجان لثلاث أجزاء وقطعتهم بالطريقة الموضحة قدامكم بالفيديو. لحتى هيك اخذ باذنجان طعمه بشهي القلب، حضيف كل الباذنجان بطبق كبير وبضيف له معلقة كبيرة من الملح وبحط له غمرته من المي بدرجة حرارة الغرفة. بغطيه تمام، يعني بغمر الباذنجان بالمي وبتركه يعني شي 10 دقايق ربع ساعة أو أكتر، مش كتير حتفرق. أولا ما بيسود الباذنجان، تاني شي بينزل كل المرار اللي فيه، هذا لو ممرمر تمام، وبتاخدي باذنجان ما بيشرب ولا نقطة زيت. أيضا استخدمت شي حبتين ثلاثة من البطاطا أو البطاطس، قطعتهم كيف ما عم بتشوفوا معي بالطول تمام، والطول يكون عريض ما تخلوهم رفاع ابدا. قليتهم ولكن بقليهم نص قليه بالطريقه الموضحه قدامكم بالفيديو. ايضا رح اقلي الباذنجان بنشفه، بس انا بصفيه من المي وبنشفه، بعد هيك بقليه لياخد معي لون اشقر جميل. احبائي لو وصلتوا معي لهون وعجبتكم الوصفه بتمنى تكتبوا لي من اي بلد بتتابعوني. كمان اكتبوا لي تم وعشرة على عشرة يا ملك، انا بحب هيك اعرف نوعيه الفيديوهات اللي بتحبوا دايما انزل لكم اياها على الصفحه. كملت كليات الباذنجان بنفس الطريقة، ولو حابين انكم تقلوهم بالاير فراير ولا احلى ولا اطيب ولا اروع من هيك. وهلا لنطبق وصفتنا. انا مستخدمه بوصفه اليوم لحمه عجل، فيك تستخدمي خروف، فيك تستخدمي لحمه راس عصفور، فيك تستخدمي لحمه مفرومه خشن، اللي موجود عندك بتحب تستخدميه استخدميه. انا حبيت اللحمه هاي المره اعملها بالطول تمام، مثل اللي بنعملها للشاورما. انتوا بس تروحوا عند اللحام قولي له اعطيني لحمه عجل مقطعة بالطول عرض إصبع بهذا الشكل بيعمل لك إياها تمام. رح أبدأ أقلبها مع معلقتين ثلاثة من الزيت النباتي، ولو حابين الموضوع يكون صحي أكتر فيكم تطبخوها بزيت الزيتون، والخضار تقلوها بالإير فراير. قلبت اللحمة كيف ما شفتوا، بضيف لها نص معلقة صغيرة من حبهان مطحون، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وربع معلقة صغيرة إشي يا دوبه من القرفة. ما تكتروا قرفة، إشي اللي يدكه اللحمة مش أكتر من هيك. بوصفة اليوم أنا ما بستخدم أي نوع بهارات، بهار مشكل بهار حلو أبدا أبدا. قلبت اللحمة كيف ما شفتوا، بعد هيك رح أنزل بشي 3 حبات من البصل متوسطة الحجم، أنا مقطعتهم لجوليان أو شرحات بالطريقة الواضحة قدامكم، ولكن الشرحات بخليها رفيعة ما بعرضها أبدا. بقلبها كيف ما عم بتشوفوا هون. عندي شي 3 حبات من الفلفل الملونة، خضرة وحمرة وصفرة. الموجود عندك بتحبي تستخدمي استخدميه، ولكن ما تستغنوا عن الفليفلة. سر طبختي لليوم هي الفليفلة، بتعطي نكهة للأكل غير شكل. نزلت البطاطا المقلية والبتنجان المقلي، لو حبيتوا تصفطوه صفطوه، حبيتوا تقلبوه ولكن بكل هدوء وبكل رواق لحتى بس البطاطا ما تتكسر معك. عشان هيك قلت لكم من البداية اقلوا نص قلية، لأنه لسه حيدخل معي بمرحلة السوى. انتوا بتعرفوا البطاطا من الشغلات اللي بتنهرس يعني. نزلتها وقلبتها كيف ما شفتوا، وعندي هون شي نص راس من الثوم أنا بس بقطعه لشرحات. وهون عندي بندورة، أنا البندورة اللي عندي اللي جايبتها كتير صغيرة، أنا تعمدت أستخدمها بوصفة اليوم كتير صغيرة. أيام بستخدم التشيري توميتو أو البندورة الكرزية تمام. ولو مش متاح عندي بندورة كبيرة، أنا بقطع البندورة لاثنين وبعدين كل اثنين بقطعه لاثنين، يعني الحبة بقسمها لأربعة
تمام، بصفّطهم كيف ما شفتوا على الوجه، بعد هيك باحُط بمقلاي معلقة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون كيف ما قُلت لكم، وبضيف معلقتين من صلصة البندورة. أنا للأمانة أيام باعملها باضيف عليها معلقة من دبس فليفلة، وأيام لأ، لمّا مش متاح عندي ما باضيف، ولكن بتفرق معي النكهة. لو متاح عندكم دبس فليفلة حبّيتوا تضيفوا معلقة، بتقلبوها مع الصلصة كيف ما عم بتشوفوا، وبترشوا معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبنضيف مكعب مرقة الدجاج، وبضيف كوب ونص بالعدد من المي الباردة أو المي السخنة مش كتير بتفرق. بحرك البندورة تمام، أنا ما بضيف البندورة مباشرة على الخضار، بتتجمع بمكان واحد وبضلني أحرك فيها، فلا دوبوها لحالها كتير أفضل. أول ما غليت معي أول غلوة على طول رح شيلها وبديرها فوق الصينية كيف ما عم بتشوفوا معي. كمية المي اللي ضفتها بالنسبة للكمية اللي أنا عاملتها كتير مناسبة، المفروض ما تكون معاكم كتير مرقة ولا كتير جامدة. أنا رح أستويها على عين الغاز، ما بتاخد معي وقت لتستوي شي 10 دقايق. بعد هيك بدخلها على الفرن محمى فوق وتحت تمام، على درجة حرارة 250 لتتحمر معي وتتسبك مزبوط مزبوط. بعد هيك بلاقيها هيك اتحمرت وعلى كيف كيفك، بكفيكي ريحتها البيت، بتشهي القلب. شوفوا 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 قديش طالعة بتشهي القلب. أكيد واصل لإلكم مجموعة النكهات اللي ضفتها، شو ممكن يطلع معاكم إشي عن جد يا عيني، مع خبز طابون وشوية مخللات، عيني يا عيني. دوقوا دوقوا وادعوا لي. أحبائي، ألف صحة وعافية مقدما، دمتم بخير وباي باي.